شنو خاصك باش تولي غني؟ مثلا واحد باغي يأسس شركة، ماشي غير كيتمنى وكيحلم، ماشي غير ناعس وكتفكر وكتحلم، لأن العقل ديالنا داير بحال الدري الصغير. إلا قلتي ليه ما نقدرش راه كيصدقك. خاصك تخايل وتطبق، ماشي تخايل وتبقى تحلم. من واحد كيطيح في وسط الطريق ويقول لك ما مكتباش. الناس الناجحين كيتاخذوا القرار بسرعة. ان الفشل هو المدرسه ديال النجاح. وهرب راسك من الناس السلبيين. الغناء ماشي حظ، كلهم بداو بفكرة. واش العشران ديالنا ولا باس عليكم؟ انا مسعود الفضولي الرسمي ديال قناه ما بعد المعرفه، ومعايا كالعاده خونا بعروب العقل اللي داير الدوره في التفكير والمعرفه. قبل ما ندخلوا في الموضوع خاصني نرحب بكم كاملين، خصوصا الناس اللي تابعونا في الفيديو اللي فات. في الحلقه الاولى هضرنا على كتاب العادات الذريه، وشنو كدير عاده صغيره يوميا في راسك. وفي الحلقه الثانيه غطينا كتاب مايند سيت، وعرفنا الفرق بين العقليه الثابته والعقليه الناميه. ودابا وصلنا للفيديو التاز ديالنا، والموضوع واعر ومثير. شنو خاصك باش تولي غني؟ وغادي نستعملوا كتاب مشهور بزاف، فكر تصبح غنيا، وكيقولوا لي بالفرنسي Think and Grow Rich ديال نابليون هيل. خليونا نبداو ونسولوا المفكر ديالنا. بعروب، واش بصح التفكير يقدر يخليني غني؟ غير بالتفكير صافي؟ لا سي مسعود، ماشي غير بالتخمين والتمنيات. التفكير هنا اللي مقصود هنا يعني كتخطط، كتآمن وكتخدم، ماشي غير ناعس وكتفكر وكتحلم. الكاتب نابليون هيل دار أكثر من 20 عام ديال البحث مع أغنى رجال الأعمال باش يكتشف شنو السر اللي كيجمع بيناتهم، ولقاه بسيط ولكن خطير. كلهم بداو فكرة وحدة قوية، آمنوا بها وخدموا عليها بلا ما يوقفوا. بلاتي يا بعروب ما تزربش علينا، خلينا نفهموا معك مزيان. واش كاين شي عنصر محدد بداو به هاد الناس وتغناو؟ صافي يا سي مسعود، انا نشرح لك كل عجران مزيان باش كلشي يفهم. اول حاجه كيديروها هاد الناس هي الرغبه، ولكن ماشي الرغبه العاديه، وانما الرغبه اللي كتخليك ما تنعس حتى تحقق هدفك. مثلا واحد باغي يأسس شركه، ماشي غير كيتمنى وكيحلم، ولكن كيسهر، كيخدم، كيدير تضحيات. وهاد الرغبه خاصها تكون واضحه ومكتوبه ومصحوبه بخطه. واش فهمت يا سي مسعود؟ فهمتك مزيان بعروب، ونتمنى العشران يكونوا فهمونا. ولكن بلاتي يا بعروب، هادشي اللي قلتي واش بلا ايمان؟ يعني واش عادي تكون الرغبه والايمان بلاش؟ سؤال زوين هذا سي مسعود، بالضبط عندك الحق. الايمان هو تاني عنصر. خاصك تآمن باللي غادي توصل، باللي راك قادر. الايمان كيبرمج العقل ديالك يخدم معاك ماشي ضدك. وإلا كنتي كتقول ما نقدرش، راه غادي يصدقك عقلك ويتخلى عليك، لان العقل ديالنا داير بحال الدري الصغير. الا قلتي ليه ما نقدرش راه كيصدقك، ولكن الا قلتي انا قادر نوصل، عقلك كيولي يساعدك. ايوا دابا بعروب، هاد التكرار اللي كيديروه الناس بحال انا غني، انا ناجح، واش كيخدم بصح ولا غير كيتمنوا؟ هذا هو التوكيد الذاتي، كنقولوا ليه بالفرنسي اوتو سوجيستيون. كتغسل العقل ديالك بافكار ايجابيه يوميا، وكترددها مع الاحساس حتى تولي محفوره في راسك، بحال واحد البرنامج كتثبت في الدماغ. ولكن بعروب، واش ضروري نقراو كتوبه ومراجع باش ننجحوا؟ ضروري سي مسعود. واسمح الكاتب شنو قال. الكاتب كيقول المعرفه بوحدها ماشي قوه، ولكن المعرفه المتخصصه هي اللي كتجيب النتيجه. يعني خاصك تعرف بزاف على المجال ديالك. مثلا واحد كيصايب قهوه، خاصو يعرف الزبناء، الاله، السوق، ماشي غير يبغي يفتح محل. وبالنسبه للخيال بعروب، شحال خاصنا؟ غسي مسعود، الخيال هو مصنع الافكار. السياره كانت خيال، الطياره كانت خيال، التطبيقات كانت خيال، ولكن الناس اللي داروه خدموا عليه وداروه واقع. خاصك تخايل وتطبق، ماشي تخايل وتبقى تحلم. ابا عروب، ياك ما كثرت عليك بالاسئله، غير اسمح لينا وصافي. بالعكس سي مسعود، لاش انا هنا غير باش نجاوب العشران ونوضح لهم كل شيء. غير خذ راحتك ورا ما عندك مازال. هذا المضمون فيك ابا عروب، شكرا. سؤالي لك دابا هو شحال من واحد كيقول غادي ندير هادي ولا لا، ويبقى تالف اشنو يدير؟
وهنا كاين القرار. الناس الناجحين كيتاخدوا القرار بسرعة وما كيتراجعوش كل دقيقة. اللي كيضيع الوقت في التردد راه كيدمر النجاح ديالو بيديه. قول لي يا بعروب، هاد ماستر مايند اللي كيهضر عليها الكاتب شنو كيقصد بها؟ ماستر مايند اللي قصد بها الكاتب السي مسعود هو خاصك تحيط راسك بناس عندهم نفس الهدف والطاقة. الناس كيعاونوك بالأفكار، كيحفزوك ماشي كيحبطوك. بحال فرقة واحدة كل واحد كيلعب دور في طريق النجاح ديالك. وبالنسبه للفشل بعروب، شحال من واحد كيطيح في وسط الطريق ويقول لك ما مكتباش؟ الفشل راه ضروري السي مسعود، وهذا الشيء خصو يعرفوه العشران. خليني نقول لك أن الفشل هو المدرسة ديال النجاح، ماشي علامة أنك خاصك توقف، بالعكس علامة أنك خاصك تغير الخطة وتكمل. الكاتب دار قصص على رجال أعمال فشلوا عشرات المرات، ولكن كل مرة كانوا كيتعلموا وما كيوقفوش. يعني باختصار بعروب، شنو الرسالة اللي كيقول لنا الكاتب؟ الرسالة واضحة السي مسعود. عرف اش باغي، آمن براسك، خدم على الفكرة، ما ترددش وهرب راسك من الناس السلبيين. الغناء ماشي حظ، الغناء نتيجة تفكير مركز، إيمان قوي وأفعال مستمرة. أبا عروب شرحك دخل ليا من العين للقلب. غير ضحكة بعروب، الله يعطيك الصحة، وشكرا لك حيت ديما كتشعل لينا الضوء في الدماغ. وانتم العشران المتابعين ديالنا، إلا وصلتوا حتى لهنا راكم ناس نيت باغين التغيير والنجاح في حياتكم. ديروا لايك، اشتركوا في القناة ديالنا ما بعد المعرفة، واكتبوا لنا في التعليقات شنو الفكرة اللي شدتكم بزاف، وشنو الكتاب اللي بغيتيونا نختاروه في الفيديو الجاي. أنا مسعود مول الأسئلة، ومعايا خونا بعروب مول الأجوبة. كنقولوا لكم بالسلامة إلى فيديو آخر وكتاب آخر، الله يعاونكم.